في ملف الصحراء الغربية افتتحت أمس بمخيمات أسرد للاجئين الصحراويين فعالية الطبعة الرابعة من المنتدى التضامني الاجتماعي الصحراوي بحضور الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في خطوة تضامنية بين الشباب الصحراوي والجزائري من أجل دعم القضية الصحراوية في حق تقرير المصير وبسط السيادة الكاملة على أراضيها. وفي المغرب ما تزال الجريمة بحق المهاجرين الأفارقة تلاحق المخزن جمعة الموت. التجاوزات الخطيرة لنظام المخزن في مجزرة 24 يونيو 2022 على الحدود المغربية الإسبانية. فوزية هاشم. افتتحت أمس بمخيمات أسرد للاجئين الصحراويين فعالية الطبعة الرابعة من المنتدى التضامني الاجتماعي الصحراوي بحضور الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في خطوة تضامنية بين الشباب الصحراوي والجزائري من أجل دعم القضية الصحراوية في حق تقرير المصير والسيادة الكاملة على أراضيها. إلى ذلك يواصل الاحتلال المغربي مراوغاته لنهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي بطريقة ممنهجة وغير قانونية. وفي المغرب ما تزال جريمة المخزن بحق المهاجرين الأفارقة تلاحقه تجاوزاته الحقوقية في مجزرة 24 يونيو 2022 على الحدود المغربية الإسبانية. افتتحت أمس بمخيمات أسرد اللاجئين الصحراويين فعاليات الطبعة الرابعة من المنتدى التضامني الاجتماعي الصحراوي بحضور الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في خطوة تضامنية بين الشباب الصحراوي والجزائري من أجل دعم القضية الصحراوية في حق تقرير المصير والسيادة الكاملة على أراضيها. إلى ذلك يواصل الاحتلال المغربي مراوغاته لنهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي بطريقة ممنهجة وغير قانونية. وفي المغرب ما تزال جريمة المخزن بحق المهاجرين الأفارقة تلاحق تجاوزاته الحقوقية في مجزرة 24 يونيو 2022 على الحدود المغربية الإسبانية. افتتحت أمس بمخيمات أسرد للاجئين الصحراويين فعالية الطبعة الرابعة من المنتدى التضامني الاجتماعي الصحراوي بحضور الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في خطوة تضامنية بين الشباب الصحراوي والجزائري من أجل دعم القضية الصحراوية في حق الشعب في تقرير المصير والسيادة الكاملة على أراضيها. افتتحت أمس بمخيمات أسرد للاجئين الصحراويين فعاليات الطبعة الرابعة من المنتدى التضامني الاجتماعي الصحراوي بحضور الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في خطوة تضامنية بين الشباب الصحراوي والجزائري من أجل دعم القضية الصحراوية في حق تقرير المصير والسيادة الكاملة على أراضيها. إلى ذلك يواصل الاحتلال المغربي مراوغاته لنهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي بطريقة ممنهجة وغير قانونية. وفي المغرب ما تزال جريمة المخزن بحق المهاجرين الأفارقة تلاحق تجاوزاته الحقوقية في مجزرة 24 يونيو 2022 على الحدود المغربية الإسبانية.